انت لو ما معفن وسخ دير اهلك يقعدوا في معسكرات النزوح واللجوء، ها ايها الجزم، ايها الرمم، عملت شنو؟ 20 سنه عملت شنو؟ ها نجدت شنو انتوا؟ طيب نجيب لكم الجزولي، كشفوا للجزولي بعد ده. جزولك جزولي قاعد داير يركب الجنجويدي قوس صح؟ هاي قاعد داير يدق الجنجويدي يا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة أنا بطلع عليكم لايف في هذه اللحظة التاريخية الفارقة. ما يتم الآن في الخرطوم هو ما حذرت منه يوم 28/6/2020 أن هنالك مخطط ما لهدم الدولة السودانية، مخطط يقف خلفه عملاء محليين ومحور إقليمي ودولي يريد تفتيت السودان. الآن أنا أبشر جميع الشرفاء في السودان أن قوات الشعب المسلحة قد سيطرت على جميع المطارات وجميع القواعد الحربية، أن قوات الشعب المسلحة الآن تستكمل سيطرتها على جميع مقرات الدعم السريع، أن الضباط الشرفاء المنتدبين من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات إلى الدعم السريع أعلنوا انحيازهم الكامل إلى مؤسستهم الأم، أن الشرفاء من الدعم السريع وضباطه وجنوده الآن ينحازون إلى القوات المسلحة. هذه معركة لن تأخذ مع الشعب السوداني وجيشه الباسل بضع ساعات. اصبروا واحتسبوا وساندوا جيشكم في معركة التحرير. الخرطوم ليس صنعاء، الخرطوم ليس طرابلس، لن يحكمنا الحوثيون الجدد، والله أكبر. والآن جاري العمل الآن لاعتقال الشقيقين عبد الرحيم دقلو ومحمد حمدان دقلو. كونوا مع جيشكم في خندق واحد، حاصروا مقرات الدعم السريع في الولايات، اخرجوا في الولايات، حاصروا مقرات الدعم السريع حتى تسلم كل عتادها وجنودها إلى جيشكم الباسل، إلى المواطنين في جميع الولايات، اخرجوا لمحاصرة مقرات الدعم السريع. دعوتي إلى جنود. طيب ده قبل اليوم شغال خطاب دبلوماسي، الليله قال لك يا زول لازم ننتقموا همتي، لازم يتم القبض على الشقيقين الشقيين همتي همدان قتلوا وبتاع، لازم تاكلوهم، لازم تسيطروا لكل المقرات الشعب السوداني. هبوا كوس جردل جركانه طشت حله، دي ما شغل يعني. انت كوس صح هاي؟ انت ما مع الجنجويد هاي، انت كوس وجنت الجنجويد وداري ينقلب فوقك وانت عبيد وقلت داري تقتله وتخلص نفسك منه وتخلصنا نحن ذاته عشان اهلنا يمرقوا من السموم والحر ده. نتفق بعدين نختلف نقسم البلد نصين، احنا سودانيين ونحن حرين. اي معفن واي رمه واي جزمه ما داير الكيزان ذاته يدقوا الجنجويتي، داير اهله يقعدوا في معسكرات النزوح واللجوء والذل والحوان ويجي يلعب في التوك ويلعب حفله وقاعد في الاتحاد الاوروبي وقاعد في امريكا وقاعد في كندا وقاعد في اسرائيل ياكل يشرب. انت يا ابن الحرام لو انت ما داير اهلك يمرقوا من معسكرات النزوح واللجوء ارجع لي ما اقعد معاهم هناك، ليه قاعد في الاتحاد الاوروبي؟ ما ترجع تقعد هناك معاهم في المعسكرات ده، شوفوا حلو ولا ما حلو. امشي وكل معاهم العدس والبالونجو هناك، اقعد هناك ما عندك شغله. كوس داير يدقوا صح هاي اللي يدقوا ده امس الكلام ده انا قلته، وده سبب الخلاف انا مع مكه. داير يدقوا هاي، خلي يدقوا مالك نار. انت قادر على الجنجويتي؟ لا، ده مش كلام دكتور جلال هاشم. قال لك القوة السياسية لو انسحبت من همتي والعسكريين انسحبوا من الدعم السريع يسحر لك اورتهم. الدعم السريع يسحر لك اورتهم. والله قال لك ما تفيك فيهم طلقه ما يجيفوا الا في غرب افريقيا. تتذكروا كلام دكتور جلال هاشم؟ المعفنين الجزء يا اخي داعش عديل لما معروف داعش داير ياكل الجنجويد، ما داير يضربك انت. ده داعش عديل راسه عديل داير يدق الجنجويد. تقول لا ما تدق وتخلي اهالي في معسكرات النزوح واللجوء، انت تقعد تاكل وتشرب وتاكل المحمر والمشمر وتلبس نظيف وامورك طيبه وعندك 700 بنطلون و600 قميص وامورك طيبه. لك ولا ابصارك ايها الكلب، ايها الخسيس، ايها العفن، ايها الجبان، ايها الحقير. هوي احنا لايفاتنا دي بدينا للتحرير، نحرر عقلك ونلعب بوليتيكا وعدوك عدوك تضرب به عدوك اللدود. ديل جزولي ده باعتباره عدو حقي انا، الكيزان اعدائي انا. عدوك تضرب به عدوك اللدود. ما في عدو وفي عدو لدود.
الكيزان اعداء، ولكن حميتي الادو اللدود، الدير يستعمر البلد، الدير يقلع البلد، الدير يقلع الاراضي، اللي بيغتصب، اللي بيقتل البتاع. طيب ده واحد. نمرة اثنين والمهم جدا، مهم جدا في الموضوع ده عشان الموضوع ده مفصلي. فالجنجويد، الجنجويد ما في قبيله في السودان، اسمعوا الكلام ده كويس، ركز في المحل ده. قبيله كده في السودان الان بعد سقوط الجنجويد كونوا الحكومه السودانيه تمش تستخدمها عشان لقتل المواطنين تاني. ما في دي لازم تركز في الحته دي، لازم تقضي على المجرمين دي، لازم تقضي على المجرمين. عشان كده كان رسالتي واضح جدا للناس الساكنين معنا، يجي يقولوا كلمه حق لكن غطوا لبري جلدتهم الجايين من انتشاط وغرب افريقيا. فشوف لازم انت تقضي على ادوك اللدود. ما في قبيله في السودان بتسمح للكيزان تاني تشيل لهم سلاح وتقاتل بهم اهلنا تاني، خلاص للابد ما في تاني. موضوع انتهى. موسى هلال ده حمام ميت حبيبنا الله يرضى عليك، شغله دي فيه تصفيه. حسي في بيان في الجزيره من القوات المسلحه، الدعم السريع ده خلاص اصبح هو خارج القانون وفككوه خلاص مع السلامه، تم تفكيك الدعم السريع. وكل الناس التابعين للدعم السريع قياده كانوا تابعين لجهاز الامن والمخابرات انضموا للجيش انهازوا بيضوا بباطل وهمتي اكلها. موضوع انتهى. في معركه، ايوه في معركه لسه، في باقي معارك، في مطاردات في دارفور ذاته لسه الشغل هناك برضه في بل ثقيل، لانه الكلب ده لما تعصره لما تعصره في المطبخ لما نيجي زي ده بشرط بنطلونك ولا جلابيتك حتى نمروا. فديروا بالكم وعملوا حسابكم شديد. ما في قبيله في السودان تاني الكيزان يقدر يستخدموهم زي استخدام بتاع الجنجويد ده عشان يجي يكتروا الشعب السوداني، مستحيل. ما في ديل لما ناكلهم زي ده معناته موضوع انتهى. تاني تلقى واحد زي ده بدنجر زي ده، شفتها بدنجر زي ده في محل الشاي تلقاه في الاتحاد الاوروبي حمدتي مجرد ما مات وانتهى تاني لا يقوم لهم قايمه لغايه يوم الدين، لغايه يوم القيامه تاني ما هتقوم لهم قايمه. تلقاه زي ده تعال له كده تحمل له زي ده طوالي بدنجر زي ده. نالك يا حبوب ما قبل كان رافع ضنبك وعامل فيه ابن حرام وابن كلب هنا هسه الليله مالك نسوان زي ده بدوسون تاني بعد ده. نسواننا بيشيلوا الاكاكيز بدقون دق زي الدق. والله العظيم ناس دارفور ده منتقمين انتقام، وناس دارفور كلهم هسي مع الجيش. اي دارفوري ما مع الجيش ده الزول انا عديل اخد عليك انت ابن حرام. لا يمكن انت ده ادوك، الجيش ده ذاته ادوك هو، وجند الجنجويد وجا كتر وجا قال داير يقف معك ويقتل لك الجنجويد الجا كترك زمان، تقول له لا انا خليني مع الجنجويدي، ما هو اللي بدعمه وهو اللي بديه سلاح وهو اللي بقتلك. اي زول عنده اغراض سياسيه بتاع هداك امشي له دقه هناك، امشي دق المركز هناك. لكن انت زول عنده دين وعنده شرف وعنده كرامه لا يمكن يخلي اهله قاعدين في معسكرات النزوه واللجوء طالما الجيش ده داير يجي يدقوا لك. انت لو عندك دين وعندك شرف وانت ابن حلال والله العظيم ما ترفض. اولاد الحرام قاعدين في الاتحاد الاوروبي ولا قاعدين وين؟ يقول لك لا قال هاي ديل كيزان ديل يا كيزان يا ابن الحرام، انت ما تنزل في الوطن وتقعد في معسكرات النزوه واللجوء قاعد معنا هنا لشنو؟ قاعد معنا هنا لشنو يا زول؟ يا ابن الكلب يا وسخ يا تافه. ما تمشي هناك تقعد في معسكرات النزوه واللجوء قاعد معنا هنا في الاتحاد الاوروبي لشنو؟ ايها الخسيسين ايها الوسخين، ما تسمعوا يا دارفوريين اللي قاعدين في معسكرات النزوه واللجوء، انتم محرومين. شغله بتاعت منظمات ده ذاته الاكل بتاع المنظمات ده ذاته اكل، تاكلوا من ارق جبينكم اراضيكم ما بتقدروا تمشي تزرعوا، الزول الزرع بدقوه، البهايم بجي باكلوا لك بالقوه، والله البهايم ده ذاته تاكلوا زولهم وتاكلوا البهايم ذاته. سلاحك معاك والجيش معاك وما بدقوكم تاني خلاص. الموضوع بتاع الدق بتاع 2003 ولا تاني خلاص ما ده خلاص، يقولوا انتوا مساكين ومعاكم حق وبتاع. عسكري شافك عندك بندقيه ولا بس على عسكري تاني بتاع الجيش غضبان من الجنجويتي، انت لقاك زي ده بقيف معاك بقول لك الجنجويتي هاي مله وانا معاك وانت ده فلتوني دقالي فلتون خلاص ما انتهوا بعد ده. الجيش ضدهم صح، هاي انت منصور بعد ده. اراضيك دي تنظفها نظيفه وتجي تزرع بس. ضربت جنجويتي قتلته يمشي يشتكي لحبوبته تاني، ما انقلب الموازين بعد ده يشتكي لمنو؟
لا في شرطه شغال بيه ولا بتاع، واي زول ما كان ساكن معنا في السودان ولا يتعبروه، خليه يتخرج بس. لانه لما داير يشتكي ثاني يقول له انت منو؟ ولد منو؟ وساكن يا تغريه، والمواطن لو ما حرقوه عليكم شت ايدكم ما تدوني، وكجمول كده راجل مربوط في الراس ده في دارفور لازم يتم حرقه اجلا ام اجلا، ويتحرق المواطن شت يدمروا، يسمحوا لكم انتم بالمواطن وهم يقطعوا معهم ناشف ويحرقوا المواطن ويدمروا دورهم ويدمروا نهايتهم مره واحده. هذا الحرام. نحن لما كلمناكم قلنا لكم يا جماعه اعملوا كام باك، ارجعوا تعالوا قولوا كلمه حق، ما ابيتوا الا بالقوه الجبريه، وما تقدروا تحاربوا الشعب السوداني. ده الشعب السوداني كله قام، شايفينه تبشيرات بحجمه كيف مواطنين؟ شفتوا ولا نجيب لكم الفيديو ثاني؟ كل الشعب السوداني ضدكم انتم ايها القجر، ايها الهتالة، ايها الباجبزو، ايها المغملين، ايها الكلاب. اكلتوها يا صاحبي ليه يوم الدين انتوا اكلتوها ثاني خلاص. مع السلامه. ده تاريخ اللي انكتب على جبين الليله بان، فات الاوان انكتب على جبين الليله بان. الموضوع انتهى. نكرر لك بتاع المواطنين ده، بتاع المواطنين الدردقه العربيه دي. طيب وينها يا جماعه؟ عشان درنا نقفل اللايف. يقول لك قالوا دير كيزان دير كيزان، وهو ما قادر يعمل حاجه هنا، ما قادر يعمل حاجه وقاعد من بعيد بس دير كيزان دير كيزان. يا زان يا ابن الواطيه يا ابن الكلب يا وسخ يا عفن يا جزمه. شوف نار باكل فيه كده. شوف العربية أكلوها كيف. يلا يلا شيلوا يا مواطنين، شيلوا بس أي حاجة شيلوها بس. أيوة آكلوا بس، آكلوا أي حاجة يا زول. شايف؟ شوف النار ده رايق شنو بالعربية. لا واحد من الناس قدام السرير. ايوه ده المواطنين بس. قدام السرير. يلا ابرك بساطورك بكبكب حقك باي حاجة. استلموا العربية. يلا العربية دي انا بذكركم تتذكروا الحركات المسلحة في زرق. مشيتوا طلعتوا في العربية وقليتوا ادبكم وناس مني ابى يردوا لكم تتذكروا الكلام ده. بقت فيكم يا جماعة. فات الاوان واللي انكتب على جبين الليلة بان. تذكر لما قليتوا ادبكم هناك ترحلوا من اراضينا بعد ده، والجيش معانا، الميري معانا يا زول، الكبك معانا، الكفر معانا، بعد ده ترحلوا من اراضينا. زي ما زمان الجيش دعمكم انتوا قتلتونا، الجيش علينا معانا هنا بنركبكم الدنيا نهار. بعد ذاك نقعد في الدوله دي نفصل البلد ده، احنا حرين سودانيين ناكل بعض ان شاء الله. لكن اي ابن كلب واي وسخ اي عفن ما يجي يتكلم لنا هنا يا زول. وركزوا في التعليقات ده كويس وشوفوا البروفايلات ده جد المعفنين ده، لانه ده حصري، لانه ده زمن بتاعت حصاد وزمن بتاعت انتصارات. بعد ده شوفوا البروفايلات ده الجد ولاد الحرام ده الجد يطقطقوا هنا كلاب. طيب شوف الخمش ده كيف. يلا ارقد تهد دنقرتيك يا زول، دنقرتيك الزول ده كرشه ده عشرته كرشه ده عشرته له عشرته كرشه عشرته الكرش مش عشرته الكرش. شوف الزول ده ثمين كيف. ها شوف اكل حقوانه كيف. ارقد يا ايها الكلب، ارقد يا ايها الرخيص، ارقد يا ايها التافه، ارقد يا ايها الجزمه، يا ايها الخسيس. طيب والله العظيم لسه المعركه طبعا، لسه معركه في دارفور يا زول. نظافات الدمازين انتصروا، ناس الدمازين تحياتنا لهم ناس الدمازين. قال لي عيسى ودبوك مدريدي وين؟ والله اكلها ابن الحرام، اكلها بعد ده سخنت. دمازين وما ادراكم الدمازين يعني. السلام عليكم. الحمد لله الدمازين امنه، استلمنا مع الدعم السريع ملازم اول متعربين وغاداتهم قبضناهم، ودي عرباتهم ودي تناكرهم وده معسكرهم في الدمازين. الحمد لله الأعراض هادية. الله اكبر والعزة للسودان. ده الناس الدمازين يا صاحبي، دمازين يا
ده قوات مسلحه، ده ملازم اول، ملازم اول بجد بالصح بالصح، ما باللعب ما باللولوه، ملازم اول بجد. فقال لك السيطرة سيطرة تمام. وقبل شفت الفيديو بتاعت نيالا برضو المنتصرين تمام، والفاشل برضو ما اعرف المخرجات والنتائج شنو. والمهم الجنينه برضو. طيب دعوه هنا، الدعاوي نفتح لكم الدعاوي. طيب الساعه كم يا جماعه؟ والله زمن جرى صدق. ده اللايف الرابع الليله من الصباح. طيب ده شبكته تعبانه، في زول داير دعوه يا جماعه لانه الزمن خلاص دايرين نقفل اللايف. طيب هنا يا مرحبتين كورة، ابابك. مساء الخير عليك يا قدام بس. ابابك والله قدام بس. يا حبيبي فرح فرح يا باشا، موسى مبلو مات يا باشا. كتمت لا لا يا اخي والله، كتمت يا في الجنينه بالجنين كتمت. قبل شويه صح؟ ايوه قتل مو قتل زغاريت، مو قتل هناك زغاريت. تقول زي ده قتله؟ دق ها؟ ابو ذاته يا الصباح بتاعك واقع. انا ما ارسلت لك رساله، ارسلت لك قلت له موسى عمبيلو المجرم القاتل اخذ زغاريت في راسه. زغاريت. ها؟ انت ما قتل تجيب لنا الاسبوع خلينا نقرب في اللايف ده عشان يشجعوا الناس يعني. يا دقوا دق، او جيب لنا الموسيقى، موسيقى ده الجيش يا تحياتنا يا زول. قدام يا زول. قدام. تسلم يا زول. قدام يا زول. موسى عمبيلو مات. موسى عمبيلو مرحبا بك. مرحبا بك المايك في اللايف. طيب شبكتك تعبانه، مع السلامه. طيب موسى عمبيلو يا زول. موسى عمبيلو تم قتله، تم قمعه. قتل موسى عمبيلو. نضع فاضي يا زول. مرحبا بك. ده تحيه لموسى عمبيلو بس. مرحبتين. السلام عليكم يا كمبا. أبابا والله. رايك شنو في البلده؟ يا اخي بل قلت لك من امه ذات يا اخي. الانتصار قادم ان شاء الله. بدون ما تشعر تلقى نفسك ما في. اسمع، انت الليله ما شربت لك 18 كوبايه بتاعت شاي؟ يا الله يا اخي انا مرتاح، لكن والله تعبان الليله صدق. ده الله الرابع والله. وبعدين ذكرتني والله قبال ما تمرق. رساله للناس اللي قاعدين في فرنسا معي. انا اول حاجه انا ساكن في قريه مقطوعه جدا جدا، وعندي تلفونات كثيره طبعا. تلفونات يمكن 3 تلفون، والفيزا كارت حقي ابغى يشحن الانترنت ما معروف، يمكن باقي الليل ده ينتهي. الناس اللي قاعدين في هناي اتصلوا علي يا جماعه، اتصلوا علي. الانترنت خلاص حقي نفذ والله. شغال بشريحه اورنج. في شباب الشريحه الاورنج ده معلش الشريحه الاورنج ده ما بيشغل لايف. الفري هسه ده شغال وقرب خلاص بكره يمكن يقطع، ما معروف. يا تحياتنا. زول ابشر قدام بس قدام. حقكم محفوظ يا زول، حقكم محفوظ. تحياتنا. قدام بس يا كمبا. انا بس الرساله دار اوصل للمواطنين، الناس يترسوا الشوارع.
نعم. الناس يترسوا الشوارع على سنة صدام السريع ده، الناس عارفين بيتلوا بالهم في بيوتهم وبقتلوا المساكين في